الفيلم ديالنا كيبدا مع توني ستارك، هو رجل اعمال ملياردير ومطور اسلحه ديال الحرب، غادي في الصحراء في مدرع مع الحراس في افغانستان، والجنود كيحترموه بسبب الذكاء ديالو وكيتصوروا معاه. وفجاه غادي ينزل عليهم واحد الصاروخ وغادي يفجر واحد المدرعه وغيقتلوا كاع الحراس بالاسلحه المتطوره. وتوني ستارك غادي يحاول يهرب وغادي يتخبى حتى غادي يطلق عليه واحد الصاروخ، وهذا الصاروخ من الشركه ديالو، وغادي يحاول يهرب ولكن الانفجار غادي يجي فيه وغادي يطيح في الصحراء. ولكن قبل اجي نرجعوا للزمن اللور قبل 48 ساعه باش نعرفوا كيفاش طرا هذا الشيء، وغنشوفوا ان كاع الصحف العالميه والاخبار والتلفزيون كيهضروا على رجل الاعمال والمخترع هورد ستار اللي اسس شركه كبيره مختصه في التكنولوجيا وخصوصا الاسلحه المتطوره، حتى غادي يموت في واحد الحادثه وغادي تولى ولده توني ستارك مسؤوليه الشركه وغادي يولي هو المدير التنفيذي ديالها. وبسبب الذكاء والعبقريه ديالو الشركه كبرات ولات هي رقم واحد عالميا في صناعه الاسلحه. وغنشوفوا ان هذا العرض التقديمي كيتعرض في واحد الحفل تكريمي، وغنشوفوا ان العقيد بغى يكرم توني ستارك بواحد الجائزه ولكن هو ما غاديش يكون في الحفل، وغادي نشوفوه في واحد البار كيقمر وكينشط مع راسو وهو كاع ما همه، وهو خارج غادي عنده واحد الصحفيه وغادي تبقى تنتقد فيه وغتقول ليه بلي انت ساجر للموت والاسلحه ديالو كيساهموا في موت البشريه، وهو ما غاديش يتسوق ليها وغادي يرجع لدارو اللي كبيره بزاف ومجهزه باحدث التكنولوجيا. وتوني هو خدام غادي عنده المساعده ديالو غادي توري جدول الاعمال ديال السيمانه، وغنعرفوا بلي توني عنده موعد وخصو يمشي للمطار عند العقيد باش يتم واحد الصفقه ديال الاسلحه المتطوره. هو معطل غادي يمشي عند العقيد وغادي يركبوا الطياره وغادي يسافروا وغيمشيو للقاعده العسكريه ديال افغانستان باش يجربوا سلاح جديد ديال توني ستارك وغيكون سميتو جيركو، وهو عباره عن صاروخ جديد ومتطور فاش كيتطلق كيتفتت عده صواريخ بحال التوربيتات وكينفجر، وهنا غادي يكون سال العرض ديال الصاروخ وكيوجد باش يرجع وخدا المدرعه باش يرجع بها للمطار. هو في الطريق غادي يجي فيه الصاروخ ويطرى داكشي اللي كنتو شفتو في اول الفيديو، وفاش غيفيق توني ستارك من الغيبوبه غادي يلقى راسو في بلاصه تحت الارض ودايرين عليه عصابه ارهابيه وفي وسط صدر واحد الباتري ديال الضو، وغيقول ليه الطبيب انه من بعد الانفجار ديال الصاروخ الجسم ديالو عمر بالشظايا ديال الانفجار، هذا الشيء اللي خلاه يدير ليه هذا الباتري اللي الوظيفه ديالو هو يبعد منه دوك الشظايا ديال الانفجار. ويقول ليه الطبيب اللي انا وياك مخطوفين ومحبوسين هنايا حتى غادي يدخل عليهم العصابه الارهابيه بالزعيم ديالهم، وغيقول توني ستارك انه يصنع لهم الصاروخ جيريكو، ولكن هو غادي يرفض حتى يستعملوها في العمليات الارهابيه وغادي يشدوه وغادي يعذبوه اشد العذاب وغيخرجوه وغادي يوريهم مخزن الاسلحه ديالهم والاسلحه كلهم من الشركه ديال توني ستارك. وقال ليه الزعيم هنا غادي تحتاج كلشي واللي يحب الخاطر طلبها منا حنا غادي نجيبوها لك، وتوني كتب لهم جميع المستلزمات اللي غادي يحتاجوها وبدا كيصنع لهم السلاح ومعاه الطبيب، والعصابه من مورا الكاميرا كيراقبوه ليخونهم. والطبيب سولو واش بصح غادي يصنع السلاح وقال ليه توني ستارك لا، وانما غادي يصنع مفاعل صغير غادي يحطو بلاصه الباتري اللي حط ليه الدكتور في صدرو، وهو يوري واحد الورقه فيها الخطه اللي خدام عليها، والخطه كالتالي غيصنع واحد اللبسه من الحديد وغادي يخليها تطير، وبهاد اللبسه غادي يقتل كاع الحراس، وبدات الخطه وما خدامين عليها باش يصنعوا اللبسه. وهنا غادي يجي قائد القوات المسلحه وغيهدد انه غادي يقتل الدكتور حيتاش كيتعطلوا باش يصنعوا السلاح، وتوني قال لي بلي الدكتور هو المساعد ديالي وبلا بيه ما غاديش نصنع السلاح، والعصابه غادي يخليو وغادي يمشيو، وتوني هو مازال كيصنع في اللبسه اللي غادي يخرجوا منها من هنايا واخيرا غادي يقدروا انهم يصنعوها، والحراس هما كيراقبوا ما غاديش يشوفوا توني في الكاميرا. وهنا قائد القوات شك بلي شي حاجه ماشي تلهي ودغيا غادي يمشي كيجري عندهم، ولكن هما غادي يكون داير قنبله في الباب ومع غادي يفتحوها بوم، ولكن توني ستارك مازال ما سال التجهيزات ديال البدله. وهنا غادي يقرر الدكتور انه يوفر ليه الوقت ويهز السلاح ومشى يطيف معاهم، ولكن العصابه غادي يصفيوها ليه، وفي هذا الوقت اللبسه غادي تكون سالات من التجهيزات ورسميا غادي يولي سميتو الرجل الحديدي او ايرون مان، وغيخرجوا والديهم غادي يصفي عليهم بواحد بواحد وغيطلق عليهم الصواريخ ويطلق على الدكتور كيلتقط اخي الانفاس ديالو وغيخرج من النفق ويلقى العصابه الارهابيه كتطلق عليه القرطاس، ولكن هو غادي يحرقهم كاملين وغادي يحرق حتى مخزن الاسلحه وغادي يطير لبلاصه بعيده حتى غادي تخسر ليه اللبسه وغادي يطيح في واحد البلاصه بعيده في الصحراء، وهو كيجري في الصحراء غادي تبان ليه واحد الهليكوبتر وغادي تكون ديال العاقل اللي كان كيقلب عليه وغادي يهزو وغادي يرجع به لامريكا، وهو في المطار غادي تلقى المساعده ديالو بيبر وتما غادي يعلن على واحد القرار صادم اللي هو غادي يسد الشركه ديالو ديال تصنيع الاسلحه، والسبب انه شاف بزاف ديال الناس كتموت بسبب الاسلحه اللي كيصنع وكان غادي يموت هو براسو، واللي خلى الناس مصدومه هو انه بهذا القرار توني ستارك غادي يخسر بزاف ديال الفلوس اللي تتقدر بملايين الدولارات. وهنا غادي يجي ليه بوس لعا صاحبو اللي مستثمر في الشركه وغادي يقول ليه بهذا القرار الشركه ديالو ما تعرض للافلاس، ولكن هو قال ليه بلي غادي نصنع مفاعل طاقه غادي يدخل لهم بزاف ديال الفلوس وهو يوري مفاعل الطاقه اللي يديرو في صدرو. وهنا بوس لعا غادي يرتاح شويه حيت اي حاجه كتدخل الفلوس كيرتاح فيها هو. وهنا توني غادي يعيط للمساعده ديالو غادي يقول لها بلي صنع مواليد جديد احسن من اللي صنع فاش كان في افغانستان وغيطلب منها انه تحطوا ليه، وغنشوفوا انه كيطور في اللبسه الحديديه وكيصنع وكيطور وكيفشل، ومن بعد محاولات اخيرا صنع اللبسه وغادي يجربها وغادي يضرب بها في المدينه وغتكون لبسه متطوره بزاف باحدث التقنيات وفيها كلشي. الذكاء الاصطناعي كيمكنك انه يعطيك المعلومات ويحللها ويمكن يطير بها ويطلق بها الصواريخ والاشعه لدرجه انه سخن عليه راسه وقرر يمشي بها للقمر وهو طالع بسبب انخفاض درجه الحراره اللبسه غادي تجمد وغادي
غادي تطيح، وفي اخر لحظات يرجع بها التوازن وغادي يوصل بها للدار. وانت غادي يشوف في الاخبار انا كاع الصحف العالميه كتهضر عليه، واللي فاش كان في افغانستان طرات ليه صدمه عاطفيه خلاته انه يختفي، وهنا قرر انه يبان الجمهور ديالو ويشوفوه الناس، وباللي ما طاري ليه والو. وفي الحفله توني ستارك يتلاقى مع الصحفيه وغاتوري بجموعه ديال التصاور فيها هجمات ارهابيه طراو غير البارح وبالاسلحه ديال توني ستارك، وهو مستغرب حيتاش كان دمر لهم المخزن ديال الاسلحه. هو يمشي يسول بوصلعه وقال لي حنا تجار وما كيهمناش فين كيمشيو الاسلحه، المهم يتباعوا. هو يرجع للدار وكيشوف في الاخبار مجموعه من الهجمات الارهابيه، وهنا غادي يتعصب ديال بصح وغادي يلبس اللبسه وغادي يقرر انه يمشي عندهم. وهذا ما كان وصل عندهم وما كاين غير سلخليه في البشري، هو يغلبهم كاملين. هو يشد الزعيم ديالهم وعطاهم للسكان ديال المدينه باش يديروا فيه شرع يديهم، وهو راجع غادي يضرب واحد الصاروخ وغادي ينوض لوالديهم وغادي يفرقعهم همهم الصاروخ. هو يرجع لامريكا ولكن الرادار غادي يلتقطوا، والمخابرات الامريكيه كيسحبهم باللي طياره بدون طيار. هما يقرروا انهم يدمروها وبداو كيصيفطوا عليها الصواريخ وكانوا غادي يقتلوه، حتى ايرون مان غادي يتصل بالعقيد ويقول لهم باللي غير انا هذاك. وفي هذه اللحظه ايرون غادي يفقد التوازن وغادي يقيس الطياره، والطيار كان غادي يموت ولكن غادي يقدر ايرون مان انه ينقذه. وهنا العقيد غادي يخرج في مؤتمر صحفي وغادي يقول بلي غير تدريبات عسكريه هذا ما كان، ونمشيو للعصابه الارهابيه. وهنا غادي نعرفوا انا بوصلعه كان متفق معاهم وباللي هو اللي كان مخطط باش يقتلوا توني ستارك. هو يدي باش يوريه البيدله اللي كان صنعها توني، وقال لي غادي نعطيك البيدله ولكن بشرط تصنعوا منها نسخ وتعطوني وحده. وهنا بوصلعه غادي يشلب واحد الجهاز وغادي ياخذ البدله وغادي يمشي بحاله، وغادي يجمع اكبر المهندسين والمصممين والعلماء والخبراء باش يصنعوا ليه بدله حديديه بحال اللي عند توني ستارك. وغنشوفوا توني غادي يعطي له يسبي المساعده ديالو وغيقول لها جيب لي الصفقات اللي دارها بوصلعه مع الارهابيين باش هو يمشي ويصفيها لهم. وفاش مشات تنسخ البيانات تلقى فيديو ديال توني فاش خطفوا الارهابيين، وغتعرف بلي انا بوصلعه هو السبب في هذا الشيء كامل، حتى غادي يدخل عليها ويتخبي لي يسبي. وفاش غادي يكتمل التحميل غادي تخرج، وبوصلعه غادي يعرف بلي خدات ليه المعلومات وغادي يمشي كيجري عندها باش يوقفها، ولكن غادي يلقى بلي جايبه مع عامل من المخابرات. هو يجري عند العلماء ديالو ويسولوه واش صنعتي البدله ولا مازال، هما يقولوا ليه لا، وباللي من شبه المستحيلات انهم يصنعوا مولد يخلي البدله تخدم. وبوصلعه تعصب عليهم وقال لهم بلي توني صنعها في كهف وانتم موفر لكم كل شيء وما قدرتوش انكم تصنعوها. وهو يمشي للدار ديال توني هو يشلو وخدا ليه المفاعل ديالو هو يهرب. وفي هذه اللحظه توني ستارك غادي يموت حيتاش بلا مولد الشظايا غادي يوصلوا لقلبه. هو كيزحف باش يوصل للمولد اللي كنصنعوه في الكهف ولكن للاسف ما قدرش انه يوصل ليه، حتى غادي يجي العقيد وغادي يركبوا ليه وغادي يلبس اللبسه وغادي يطير عند بوصلعه باش يوقفوا عند حدو. والمساعده ديالو جايبه معاه المخابرات باش تعتقل بوصلعه بسبب انهم لقاو شي ادله كتثبت التورط ديالو مع الارهابيين، ولكن هو غادي يلبس اللبسه وغادي يصفيها لهم كاملين. وكان يلا غادي يصفيها المساعده ديالو حتى غادي يجي ايرون مان وغادي يطيف معاه دقه فيه، ولكن بسبب ان المفاعل اللي كاين عند بوصلعه متطور بزاف كان قوي عليه وشبع فيه عصا. وهنا توني عرف اللي ما غاديش يغلبوه هو يقرر انه يمشي للقمر. هو طاير ومستدرج مع بوصلعه وكيهضر مع الذكاء الاصطناعي اللي كتقول لي خاصك توقف ولا غادي تموت. وهو عارف ان البدله اللي عند بوصلعه ما فيهاش النظام اللي كتخليها تتعامل مع درجات الحراره، وفعلا البدله ديالو غادي توقف وغادي تطيح من فوق السماء وبالضبط غادي تطيح على مولد الطاقه. وهنا بوصلعه غادي يموت وطوني غادي يهبط بسلامه والامور طيبه. والعقيده دي يقول لي انه يقول الناس بلي غير ذكاء اصطناعي وبلي ماشي هو ايرون مان. وفاش مشى للمؤتمر الصحفي غادي يقول لهم بلي انا هو ايرون مان الرجل الحديدي. وهنا غادي تكون النهايه ديال الفيلم. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every